عجوز المدير الفني، كنا عملنا معاه مداخله برضه بعد المباراه وبعد ما شفنا الفيديو. كابتن احمد ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن كريم، ازيك يا حبيبي؟ هديت النهارده اهو، صوتك رايق وزي الفل حبيبي. الله يخليك الله يخليك. العقوبه رايك فيها ايه؟ الايقاف والايقاف مباراه والغرامه. والله يا كابتن انا هقول لك، انا لا تعليق، انا لا قدر الله ما شاء فعل يعني. انت فاهمني؟ انما برضو انا عايز اكد يا كابتن كريم معاك في برنامج المحترم ان انا ما بهينش حد، ما بطلعش لفظ خارج لحد، ما فيش حد يكلمني او يهني او يطلع لفظ خارج بالنسبه لي. العقوبه انا عرفت النهارده ان هي عشان تصريحات صحفيه انا اديتها وانتقدت الحكام. انا ما انتقدتش التحكيم، وان دخلت مع حضرتك وقلت لك لا تعليق. الكلام الصوره اللي قدامك انا متنرفز جدا، متنرفز من حاجات معينه، مش لازم ابقى متنرفز من الحكم، مش لازم ابقى متنرفز من، ممكن ابقى متنرفز من طريقه ادائي انا، ممكن ابقى متنرفز من حاجه بتحصل في الملعب. انما اللعيبه راح تسلم، قلت له ما حدش حتى يسلم عليه عشان ما يبقاش في مشكله. اللعيبه عندي مش ان انا مش عايزهم يسلموا لان الروح ده بتقول ان احنا نسلم على الحكام او نسلم، انا مش عايز مشكله. ان شوقي راح وحسني راح، انا مش عايز اقول مشكله. فبقول له حتى الصوت عندك لو رجعتها ولا حتى لما انا كلمت الراجل المحترم بتاع لجنه المسابقات، قلت له يا كابتن اكتب كل حاجه، حتى اكتب لو عليا انا حاجه. انا شخصيا لو عندي حاجه اكتبها وقول، مش ناقص غير ان الفاولات تبقى جوه هدومي او في بوقي، بس ده اللي انا قلته. اذا كان ده تقطيع في الحكم او الناس شايفه ان هو انتقاد التحكيم، انا بتاسف عنه. مفيش مشكله يا كابتن، خلاص مفيش مشكله. ويعني حضرتك طبعا من الشخصيات المحترمه. لو الصوره باينه يا كابتن كريم معاك ان انا توجهت للكابتن محمد فاروق او كلمته، ماشي. انت قلت اللعيبه بتاعتك ما تسلمش او انا برجع لحسني بقول له حسني، حتى حسني بيكلم ولا في كلام ولا في كلام اصلا. طيب انا حتى ما كلمتش الكابتن فاروق خالص. الماتش الجاي حضرتك اهو الماتش الجاي الاسماعيلي والمنيا ان شاء الله. انا عرفت ان المنيا طلب ان المباراه تكون عندكم، المفروض كانت ملعب المنيا، وبعدين المنيا طلب ان المباراه تتلعب في استاد اسماعيليه وانتوا وافقتوا واتحاد الكره وافق. ان شاء الله احنا المباراه عندنا ان شاء الله باذن الله، عندنا ملعبنا ان شاء الله يوم 19 حرس الحدود الاول ان شاء الله باذن الله، يوم الاحد يوم الخميس الجاي باذن الله. مباراه مهمه ومباراه صعبه، انا قلت لعيبتي الكلام ده كله. منافس يحترم، انت فاهمني؟ واحنا عاملين له الف حساب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونهدي مباراه باذن الله بالاسماعيلي. زي ما قلت لك يا كابتن كريم، انا ما عنديش مشكله خالص في الاداء، انا الاداء بيتحسن من احسن لاحسن. فرقتي بدات توصل للجول الحمد لله وشكرا لله، باصرارهم وعزيمتهم. بنضيع كتير انما ربنا سبحانه وتعالى هيدينا التوفيق. وانا قلت له باصرارنا بعزيمتنا بتركيزنا الاكثر في شغلنا ان شاء الله باذن الله التوفيق ده بتاع ربنا، انما الحظ ده بتاع البني ادمين. يوصل حظ وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق نتائج احسن من كده ونحط لاعبتنا ونادينا في المكان اللي يناسبه. اما بالنسبه لنادي المنيا طبعا انت عارف واحنا عارفين ظروفهم وكده، طبعا احنا الناس طلبت ان المباراه اللي تبقى عندنا على ملعبنا، احنا وافقنا، ما عندناش اي مشكله طبعا. بس نادي المنيا اهلا وسهلا وما فيش مشكله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب محمد صبحي يا كابتن، سامع ان المفاوضات التجديد معاه توقفت، ويعني بشكل كبير الاسماعيلي مش هيجدد مع محمد صبحي حارس المرمى. بص يا كابتن كريم، احنا عندنا لعيبه بنتفاوض معاه، احنا قلنا الارقام اللي عندنا واللي احنا بنقدمه للعيب، وازاي هنجيب له الفلوس دي وهياخد منها ايه وهيديها له ايه. واحنا مدين نور للاعيبتنا، سواء محمد صبحي سواء سامي عبد الفضيل سواء عبد الحميد سامي، كلنا المفروض يفكروا كويس ويشوفوا الامور. لان انا من وجهه نظري الشخصيه وانا اخ كبير ليهم ان العروض اللي معروض عليهم دي حاجه كويسه تليق باساميهم وتليق بالنادي الاسماعيلي. فانا يعني هم بيفكروا، والناس انا يعني اعتقد ان خلال اليومين ثلاثه الجايين دول باذن الله او الاسبوع 10 8 ان شاء الله هيبقى في اخبار كويسه انها هتساعد كل امور النادي الاسماعيلي وتساعد اللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد العجوزي المدير الفني للنادي الاسماعيلي. هنطلع